عندك كيلو بطاطس، يلا بينا تعالى اقولك هنعمل بيه ايه. هتجيبي البطاطس بتاعتك، طبعا هتقشريها وتغسليها حلوه قوي وتقطعيها حلقات بالشكل ده. الحلقه ما تبقاش سميكه قوي، وهاخد كل حلقه على 2 زي بق البطه بالظبط، يعني بقسمها واسيبها مقفوله من تحت ماسكه في بعضها لسه. بعد كده بقى هجيب اللحمه بتاعتي، نص كيلو لحمه، عليه بصلايه مبشوره، عليه ملح وفلفل اسود ورشه من القرفه ورشه من الزنجبيل ورشه من الكركم. هديله تقليبه حلوه مع بعض كده، وهجيب بقى البطاطس بتاعتي احشيها بمنتهى البساطه. بحشي البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عرفتوا ليه بقى بقول لكم تبقى البطاطسايه ماسكه نفسها من تحت؟ يعني مش هقطعها لغايه الاخر عشان تبقى بالشكل ده كده. ولو واحده اتقطعت مني زي دي مفيش مشكله خالص، هحط اللحمه واقفل الاتنين على بعض، بس ابقى حريصه مفيش حاجه تتفتح مني او تتقطع مني للاخر. دي البطاطس. بعد ما خلصتها هروح بقى على الدقيق او التغليف، نبدا نشتغل مع بعض. اول حاجه كوبايه من الدقيق، هنزل عليها بنفس البهارات، ملح وفلفل اسود وقرفه وزنجبيل ومعلقه من البابريكا، وهنزل كمان عليها بمعلقه كبيره من النشا. هقلب المكونات دي حلوه قوي كده مع بعض. لو وصلنا بقى لغايه هنا، يا ريت ننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويا ريت نرفع الفيديو بلايك وشير كتير علشان الكل يستفاد. الفيديو حلو قوي يستفاد ان انت تعملي له تستفيدي منه، وحلو قوي كمان انك تعملي له لايك علشان ناس كتير يوصل لناس كتير. بعد كده هنروح على البيض. عندي بيض، عندي 3 بيضات، هنزل عليهم ملح وفلفل، وبعد كده بقلبهم حلو قوي مع بعض. هبدا انزل بقى بكل الكميه بتاعتي في الدقيق، لان انا مش عايزه استهلك دقيق كتير. فانا هاخد الدقيق بتاعي، هنزل الاول اغلف كل البطاطس اللي عندي بالدقيق، وهركنها في الطبق كده على جنب زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعد كده هروح بقى على البيض، انزل في البيض، وبعد كده هرجع تاني على نفس الدقيق تاني عشان ما اعملش دقيق تاني، على نفس الدقيق. في المرحله دي بتكون الطاسه بتاعتي على النار فيها كميه حلوه قوي من الزيت، وبعد كده بنزل بالبطاطس بتاعتي في الزيت. الزيت عندي بيكون سخن، اول ما بنزل بيه بعد 5 دقايق او 3 دقايق كده ببدا اهدي النار عليه علشان اللحمه تستوي والبطاطس تستوي معاكي، وبتطلع تحفه وتجنن. وتحدي ان الوصفه دي اي حد يعملها ما تطلعش معاه حلوه جدا جدا جدا. هتعتمديها عندك في المناسبات وفي الاعياد وفي كل حاجه. حلوه جدا جدا، جربيها هتعجبك. ما تنسيش بقى تعملي لايك حلو للفيديو، شير كتير، تنزل في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.